السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي ومتابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا بنفس طريقة المحلات واحسن، والله حاجة كده روعة. والكنافة كمان مقرمشة مش طرية خالص معانا، والكريمة مظبوطة وطعمها جميل قوي قوي. حاجة كده منتهى الجمال. تابع معايا الفيديو للآخر، ولو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان تشوفي كل جديد. أول حاجة هنعملها زي ما احنا متعودين، الشربات عشان يبرد لحد ما نكون خلصنا الكنافة. تمام، هنحط كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص من المية. شربات الكنافة زي ما احنا عارفين يكون وسط، مش تقيل ولا خفيف قوي. ولما يغلوا كده على النار هننزل عليهم بعصرة نص ليمونة. 5 دقايق على النار يكون في القوام الوسط، لا تقيل ولا خفيف، وبعدين نطفي عليه ونسيبه يبرد بقى براحته. معايا هنا بقى نص كيلو من الكنافة مطلعينه من الفريزر كده. تمام، هنكسره بقى كده كويس قوي ونعمله كده بايدينا اهو لحد ما كسرناه في ايدينا كده يعني. فتتناها كده ونزلنا عليها بمعلقتين من السكر البودرة وهندعكم كويس قوي قوي. وبعدين كوباية بقى من السمنة ونغرقها كده كويس وندعكها كلها في السمنة، بحيث نغرق كل الكنافة في السمنة، نخليها كلها شاربة من السمنة كويس قوي. جبت الصينية بتاعتي طبعا زي ما انتوا عارفين، نديها دهنة من تحت كويسة قوي قوي، لان احنا لما نقلبها هيبقى الجزء ده لازم ان يكون شارب سمنة كويس عشان يبقى لونها حلو. تمام، اهو ندعكها بقى كده كويس بالسمنة، نشربها كلها في السمنة اهو بالشكل ده لحد ما خلصناها. هنجي بقى ناخد كده طبقة ونعمل في الصينية بتاعتنا طبقة كده من تحت كويسة، لا رقيقة قوي ولا تخينة قوي. تمام، هنظبطها كده بايدينا كويس ونشوف اي مكان فيه اي فراغات مش مظبوط عشان تكون كلها سوا واحد. هنحاول ان احنا نظبطها بايدينا كويس قوي. تمام، نجيب بقى حاجة كده تقيلة نظبط بيها الصينية، كوباية مثلا او اي حاجة، بحيث ان هي تكون مستوية معايا وكلها نفس السطح كله زي بعضه، سطحها كله يكون مستوي. تمام، اهو بالشكل ده. هنخلص وندخلها الفرن بقى على الشبكة لحد ما تاخد لون كده، الجوانب نلاقيها اخدت لون كده ذهبي حلو، وهنطفي عليها ونقدلها الشواية. تمام، الشوية بقى اللي اتبقوا معايا دول طبعا هنعمل فيهم ايه؟ هنعملهم بقى كده اشكال نص دايرة كده بالفناجين. حطيت جواه كيس كده عشان اعرف اطلعها بسهولة منه، وباخدها كده واكبس كده بايدي كويس واسويها. طبعا مش هنكمل الفنجان كله لانه كملناها تبقى كبيرة قوي، فاحنا بنعمل نصه كده، نص دايرة، وبنحطها كده في الصينية مدهونة سمنة. تمام، نكون دهنين الصينية سمنة برضو. وانا جبت في شكل فنجان تاني عشان اشكل بيه اهو نص دائرة برضو كده، ونظبطها كويس قوي، وبرضو ندخلها الفرن مع اللي هي الصينية التانية. ولما تاخد لون برضو دهبي من تحت هنقدلها الشواية عشان تتحمر من فوق كويس كده وتاخد لون دهبي برضو. اديها خلصنا الكمية، عملت معانا 7 وحدات. في الوقت ده بقى هنعمل الكريم شانتيه بتاعنا. معايا كوبايه من الكريمه، حطيت عليها كوبايه ونص من الميه. طبعا مش بنحطهم على طول، احنا بنحطهم شويه بشويه لحد ما نشوف الكريمه بتاعتنا قوامها وصل لحد فين. تمام، وانا هوريكم دلوقتي القوام المطلوب، ان هي ما تكونش تقيله قوي ولا خفيفه برضو سايحه، لا عايزينها تكون متماسكه وحلوه برضو، وقوامها هيكون مظبوط معانا. تمام، وهنعملها بقى ونخلصها وندخلها الفريزر تتماسك شويه حوالي نص ساعه على ما الكنافة نكون سقيناها وتبرد. تمام، نتأكد من الخطوات دي ان الكنافة تكون باردة واحنا قبل ما نحط الكريمة عليها. انا اهو كده بضرب فيه لسه برضو هو انا بوريكم اهو الكوباية اللي انا عايرت بيها الكريمة هي اللي بعاير بيها المية. وادي الكنافة بتاعتي طلعت خلاص، والكريم شانتيه بتاعي حطيته في الفريزر. وهنا انا قلبت الكنافة اهو على الناحية التانية. هنسقيها بقى كده. ايه ما شاء الله، شايفين القوام الشربات بتاعي حلو قوي، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، والكنافة بتشربه على طول اهو عشان هو مظبوط. هنسقيها كويس قوي، وكمان هنسقي بقى اللي النص دائرة دي اهو بالشكل ده كده. وهنسيبها تبرد بقى على جنب شوية حوالي ربع ساعة كده قبل ما نحط الكريمة. ما ينفعش نحط الكريمة وهي سخنة. تمام، اهو كده بردت معانا. هنجي بقى كده الكريمة بتاعتنا هنفردها كده، نعمل طبقة كويسة فوقيها. طبعا انا مديه الكنافه لون غامق شويه عشان تتنيها مقرمشه معايا، عشان
لما نحط عليها الكريمة ما تتراش، تبقى تدينا نتيجة زي بتاعت بره بالظبط. وهنا بقى اللي هي النص دايرة دي، جبت كده البلبلة وعملت عليها شكل، في منها قلبتها وفي منها سبتها زي ما هي، وحطيت عليها على كل واحدة قطعة منجاية كده حلوة قوي برضو شكلها جميل. هي كده بالشكل ده، بسيطة قوي وجميلة وشكلها تحفة بصراحة. وهنا بقى الصينية بتاعتي هوزع عليها المانجا كده اهو بالشكل ده، بجد روعة. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.